السلام عليكم. حكاية الفراعنة مع الدهب وازاي عملوا كل ده من غير تكنولوجيا. استخرجوا الدهب وصنعوه باستخدام أدوات بسيطة. ده خلى مصر زمان تسمى دولة الذهب، وحولوه لتحف وكنوز ومقابر تخلينا نفضل مبهورين لحد النهاردة. يعني هما يستحقوا لقب ملوك الذهب لأن دماغهم كانت عبقرية وسابقة عصرها. الفراعنة ما كانوش بيبصوا للذهب إنه مجرد زينة وخلاص، لأ، دول كانوا بيعتقدوا إن الذهب هو لحم الآلهة، علشان لونه مش بيتغير ولا بيصدي، فكان رمز للخلود. عشان كده كان ممنوع حد يلبسه غير الملك اللي هو الفرعون والكهنة وكبار الدولة. وكانوا بيمشوا ورا الوديان، ولما الدنيا تمطر المية كانت بتغسل الصخور وتجرف فتفيت الدهب للوديان، فكانوا بيشوفوا اللمعة وسط الرمل ويعرفوا إن الجبل ده فيه كنز. الموضوع ما كانش عشوائي، لدرجة إن هم عملوا خريطة اسمها بردية تورين، ودي تعتبر أول خريطة منجمية في العالم مرسوم عليها أماكن المناجم والطرق اللي بتوصل في الصحراء الشرقية. المصريين كانوا شطار جدا في الجيولوجيا من قبل حتى أصلا ما العلم ده يتسمى بالاسم ده من آلاف السنين، وكان عندهم أكتر من 120 منجم. وأهم المناطق كانت الصحراء الشرقية، ودي كانت المخزن الرئيسي. بلاد النوبة، واسم نوبة أصلا جاي من كلمة نوب وبالهيروغليفية يعني الذهب. رحلة البحث عن الذهب ما كانتش سهلة خالص، دي كانت مأمورية صعبة. أول حاجة كان لازم تحديد المكان، وكانوا بيمشوا ويتبعوا عروق المرو اللي هي الكوارتز في الجبال لأنهم عرفوا إن الدهب جواه. بعد كده مرحلة التكسير اللي كانوا بيستخدموا مطارق من حجر الجرانيت الصلب عشان يكسروا الصخور اللي فيها الدهب. كده بقى المرحلة اللي بعدها بعد الطحن كانوا بيغسلوا الرمل والصخر في أحواض عشان الدهب يترسب لوحده، وده اسمه الاستخراج من الرواسب. بعد كده بقى المرحلة الأخيرة اللي هي التقنية التامة. بعد ما يجمعوا فتافيت الذهب كانوا بيصهروها في أواني فخارية تحت درجة حرارة عالية جدا، ويضيفوا مواد تساعد على عزل الشوائب، فيطلع عليهم سبيك الذهب صافية وبتبرق. كان الفنان المصري بيبدع، وأكبر دليل هو قناع الملك توت عنخ آمون اللي وزنه حوالي 11 كيلو دهب خالص، ومصنوع بدقة تخلي العالم كله لحد النهاردة واقف مبهور قدامه. ده غير إن هما كانوا بيعملوا منه تيجان وقلادات وخواتم وتوابيت. اعتقدوا إن الذهب رمز الخلود ولون الشمس اللي مش بيتغير، وكانوا بيعتقدوا إنه بيجلب الحظ ويحمي من الأمراض والأرواح الشريرة. الدهب كان كتير في مصر لدرجة إن ملك من بلاد الشرق طلب من فرعون مصر يبعت له دهب، وقال له الدهب في بلدك زي التراب. باختصار، الدهب عند الفراعنة ما كانش مجرد تجارة، ده كان فن وعلم وهندسة وقوة اقتصادية خلت مصر سيدة العالم القديم.